أبو تريكة يعلق على انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر وموقف حسام حسن. أكد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي أن منتخب مصر يستطيع الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وقال تريكة في تصريحاته: مباراة مصر وبوركينا فاسو هي المواجهة الأبرز في المجموعة، فهو المنتخب الذي ينافس مصر على التأهل، والفوز فيهما سينقل المنتخب نقلة أخرى في المجموعة وحسابات التأهل للدور القادم. وتابع تريكا: منتخب مصر يستطيع الفوز في المباراتين، ولكن أيضا منتخب بوركينا فاسو أصبح فريقا قويا وانتقل لمستوى عالي في ظل وجود عدد كبير من المحترفين، وحضور الجماهير سيكون له عاملا كبيرا في مباراة بوركينا فاسو. كرة القدم هي من تسعد الجماهير، ولدينا فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026. وأردف تريكا في تصريحاته قائلا: يجب أن تكون لدينا ثقة كبيرة في منتخبنا، وعلى كل لاعب أن يدرك قيمة قميص منتخب مصر، وعليهم أن يرون فرحة جماهير الزمالك والأهلي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. وأشار: محمد صلاح لاعب واعي وشخصية منضبطة، وبيعرف حدوده والتزاماته ويعرف كيف يتعامل مع الجميع. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب لديهم من الخبرات التي تساعدهم على التعامل مع جميع المواقف، خصوصا أن علاقتهم مع صلاح كان عليها لغط كبير. وشدد تريكا: الجوانب النفسية لها عامل كبير في تعامل صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتأكيد حسام وإبراهيم لهم أسلوب جميعا عارفينه ويهمهم توفير الأجواء المناسبة في المنتخب. أعتقد أن محمد صلاح سيتعامل بكل إيجابية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهذا سيفرق كثيرا في مستوى منتخب مصر، فطالما كانت هناك أجواء أسرية ستكون الأجواء إيجابية. وتم تريكا: أتمنى أن نرى معسكر منتخب مصر في أفضل حالاته من الناحية الاجتماعية، لأن هذا سيمنح الفريق دافع كبير قبل مواجهتي بوركينا وغينيا بيساو.